السلام عليكم. المعادلة بتقول ايه؟ هتقعد مع الفاشلين هتبقى فاشل زيهم، هتقعد مع الناجحين هتبقى ناجح زيهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. يعني الانسان بيتطبع بطباع اللي حواليه، فخد بالك في اختيارك للناس اللي هتقعد معاها، في الناس اللي هتصاحبها. والله اتوجدت مع ناس موظفين هتبقى موظف زيهم، قعدت مع رجال اعمال هتبقى رجل اعمال زيهم. ونصيحة صغيرة يعني، لو انت في يوم من الايام عايز تكون رجل اعمال ما تشتغلش موظف في مكان الناس اللي جواه ما عندهمش طموح، لان بعد شويه هتطبع بطباعهم وهتبقى زيهم وهتتكلم بكلامهم. هتبدا دايما تقول المرتب مش مكفي، المدير ده خنيق، الشغل فيه ناس رخمه، في عصافير في الشركه، ففي سلبيات كتير جدا. طب حبيت تكون رجل اعمال؟ لا، المشوار صعب ورخم، وجرب مره ورا مره لغايه ما ربنا يسهل. ولو ما عرفتش تنجح جرب تاني. في ناس اعرفها راحت الجيم واتدربت شهور وجسمهم ما اتعدلش. ليه؟ لان هما كانوا بيتدربوا غلط وما اكتشفوش ده غير بعد فتره كبيره جدا. فعشان ما تضيعش عمرك جرب وشوف النتائج. لو لقيت النتائج ضعيفه جرب تاني وجرب خطه تانية بديله. لقيت النتائج اتحسنت شويه استمر شويه، لسه ما اتحسنتش قوي جرب خطه تالتة لغايه ما توصل وتنجح. ما تختلطش بناس فاشله، ما تختلطش بناس بذيئة اللسان. حاول تكون مع ربنا. متنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو وكومنت للناس اللي ما بتعملش كومنت خالص على اي فيديو. فالدال على خير كفاعله. سلام.